يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. ولما ناجي نرد على تصريحاتكم بتزعل، الواحد بيتقمص. طب دولك يعني انت يعني الله اكبر عليك وعلى نباهتك يعني ايه؟ الواحد يقوم الصبح كده يلاقي تصريح من نائبة في مجلس نواب. الله اكبر على التفكير بصراحة يعني. بطالب المصريين ان هم يتبرعوا بجلدهم بعد ما يموتوا. اي ان شاء الله هتشتغلوا في الجلود، اي ظروفكم. دولك يا ربي حتى اللي عايز ينفد بجلده مش عايز يسيبوه. يا عم ايه في يا عم؟ فكرونا في مشاريع، فكرونا في استثمار، فكرونا بربراب. ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه اللي الواحد يتبرع بيه؟ دولك يا ربي حتى اللي هينفد بجلده منها البلد. ليه كده يعني؟ ليه كده؟ هو ايه فيه يا عم؟ هو ايه فيه يعني كل واحد يشوح تصريح اسخن من اللي قبله بحيث ان انا ابقى المنفرد في الموضوع. جلود قال. ايه فيه يا عم؟ كون عايزين الشعر بالمر، خدوا الشعر. ما هتاخدوا الجلد، خدوا الشعر بالمر. ربنا يسلم يا عم، ربنا يسلم.